الأخبار الموجزة ليوم الأحد. قال وزير الداخلية خليفة سراج الدين الحقاني في اجتماع الاحتفال بالذكر الاستقلال الرابع بعد 100 من الاحتلال البريطاني على العالم أن يتفاعل مع الإمارة الإسلامية وينهى سلسلة العقوبات المستمرة على الأفغان. قال المساعد السياسي لرئاسة الوزراء المولوي عبد الكبير في الاحتفال بالذكر 104 الاستقلال البلاد: ستعمل الإمارة الإسلامية على جعل أفغانستان قادرة على المنافسة في المجال السياسي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. قال وزير الدفاع الأفغاني المولوي محمد يعقوب مجاهد: سنحافظ على الحرية المكتسبة بأي ثمن، وأننا نحاول بكل قوتنا حتى لا تعود أفغانستان إلى الحروب والاضطرابات والظلام مرة أخرى. يقول مسؤول ميناء حيرتان التجاري إن إدارة المعايير جمعت 200 مليون وأكثر من 55 ألف أفغاني في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. قال رئيس أركان القوات المسلحة القاري فصيح الدين فطرت إن القوات الحدودية في البلاد زادت بنسبة 44%، وجاءت هذه الزيادة في قوات الحدود في مراجعة تشكيل وزارة الدفاع الوطني عام 1444. صرحت غرفة التجارة والاستثمار في مقاطعة بلخ إنه تم إرسال أول محمولة عنب من هذه المقاطعة إلى روسيا. وفقا للمسؤولين تم نقل هذه العنب الليلة الماضية إلى أوزبكستان ومن هناك إلى روسيا عبر ميناء حيرتان في شاحنات مبردة.